كنت نايم زي الفل، ولكن للأسف صحيت مش زي الفل وصحيت إنسان آلي. للأسف صحيت حاسس بكلبشة في رقبتك كلها، وحاسس بشد ومش عارف تحرك رقبتك ولا ترجعها لورا. تيجي تبص على حاجة بتضطر ان انت تلف بجسمك كله لان رقبتك مش قادر تحركها، وطبعا متضايق ومش قادر تتعامل ولا تعمل اي حاجة. انسى بقى الكلام ده كله، عشان ان شاء الله لما تعمل الحاجات اللي اقول لك عليها دلوقتي ديت، الكلبشة والألم اللي عندك ده هيروح تماما، وتقدر تحرك رقبتك بكل سهولة ان شاء الله. وببساطة جدا المشكلة ديت حصلت نتيجة ان انت نمت بطريقة غلط، سواء بقى نمت ان انت المخدة كانت عالية قوي، كانت واطية قوي، وضع رقبتك كان غلط. وعشان نختصر الفيديو ما نطولش فيه ونخليه بس للعلاج، كنا عملنا فيديو قبل كده عن طريقة النوم الصحيحة بالنسبة للرقبة، هيظهر لك فوق كمان، هسيبه لك في صندوق وصف الفيديو، اتفرج عليه عشان بعد كده تظبط نومتك عشان ما يحصلكش المشكلة تاني. تعالى بقى نتخلص بقى من المشكلة دي. واول حاجة محتاج تعملها كمادات ميه سخنة. هتجيب كمادات ميه سخنة وتحطهم على رقبتك من ورا كده لمدة 10 دقايق بس مش اكتر، وديت كده اول حاجة. تاني حاجة معانا هتستعين بفوطة مش اكتر، حاجه بسيطه جدا جدا. هتجيب فوطه، وبكل بساطه هتجيب الفوطه ديت وتحطها ورا كده عند رقبتك من ورا، وترفع الفوطه دي كده شويه، تخليها في اتجاه عينك شويه، مش كونش كده بقى، لا تخليها فوق كده شويه. وبكل بساطه تشد الفوطه ديت على قد ما تقدر وانت مثبت رقبتك، وتقوم رافع رقبتك ورافع ايدك معاها على قد ما تقدر. جبت اخرك في الوضع ده وتحس بالم، زق شويه بالفوطه وخلي الفوطه تساعدك شويه. ممكن تحس بالم، انا عارف ان انت تحس بالم، مفيش مشكله، ولكن دوت اللي هيخليك تفك الكلبشه والمشكله اللي حصلت في المفصل اللي حصل فيه بقى وادى عندك المشكله دي. فعادي جدا جدا، احنا عايزين كده اهو، ولكن برضو لدرجه تقدر تتحملها. ما تقدرش ترفع قوي لغايه لما تحس بالم شديد لا يحتمل، لا، لدرجه تتحملها وتقوم نازل تاني. خلي بالك ان انت تعمل شويه غلطات. اول حاجه انها تكون الفوطه كده مساويه ليك، او يعني مش مرفوعه كده، دي كده غلطه مهمه جدا. تاني حاجه ان انت تكون رافعها كده ماشي، ولكن مش شادد، لا مجرد بس حاططها كده مرخيه، لا تشد جامد جدا. تالت حاجه ان انت ترفع رقبتك والفوطه وايدك ثابتين، لا برضو ده غلط. الصح ان انت وانت بترفع رقبتك بترفع كده معاها الفوطه وتفضل تطلع. مش قادر تكمل لوحدك، هتخلي الفوطه تساعدك كده سنه كمان، وتقعد في الوضع دوت لمده عدتين، وبعد كده تريح، وبعد كده تنزل تاني، وبعد كده تريح، وهكذا اهو. ايديا ورقبتي حته واحده، ولا برفع دي لوحدها ولا برفع دي لوحدها، لا الاتنين بيتحركوا مع بعض اهو. وانا شادد اهو، اطلع اعد عدتين وبعد كده اقوم نازل، اطلع اعد عدتين وبعد كده اقوم نازل، واطلع واعد عدتين وبعد كده اقوم نازل، وهكذا 3 ادوار، كل دور فيه عباره عن 10 عدات. خلي بالك ان انت طبعا في الاول مش هتقدر ترفع كده اكتر حاجه ممكنه، وممكن تيجي عندنا كده ما تقدرش ترفع كمان، عادي جدا. مع تكرار التمرين ومع الوقت هتلاقيك جبت المدى الحركي كله بتاع رقبتك وتقدر ترفعها لغايه الاخر. ودي كده كانت اول حاجه معانا. تاني حاجه معانا، يا دكتور مش عارف الف رقبتي كده ولا اليمين ولا الشمال. بكل بساطه هتجيب الفوطه وتحطها برده عند رقبتك، وتجيب مثلا الاول هنعمل ان احنا نلف للناحيه اليمين، فهجيب ايدي الشمال وامسك بيها طرف الفوطه اليمين، وايدي اليمين همسك بيها طرف الفوطه الشمال، واحطها كده بقى المره دي، واشد برده جامد هنا، مش بس مجرد حاططها زينه، لا بشد كده، وبجيب بالفوطه بالطرف ده والف واحده واحده رقبتي وانا مثبت جسمي. برده ما بلفش جسمي كده، لا جسمي هو ثابت، وبلف واحده واحده رقبتي، وبكمل بالفوطه، بضغط على نفسي شويه. انا عارف ان الموضوع هيكون مؤلم في الاول، ولكن عشان تتخلص من الكلبشه والاحساس اللي عندك دوت وان انت مش عارف تلف اهو، ده اخري قادر استحمل كده. اعد عدتين واقوم راجع تاني، زي ما قلت لك انا شادد هنا مش مرخيها، وبعد كده اقوم راجع عدتين وراجع تاني، وبعد كده اقوم راجع عدتين كده وراجع تاني، وهكذا 3 ادوار، كل دول فيه 15 عده. خلصت الناحيه اليمين، اجي للناحيه الشمال نفس الحكايه، الناحيه الطرف الشمال بتاع الفوطه ماسكه بايديا اليمين وشديدها جامد جدا لتحت، والطرف التاني حاطه كده عند وشي ومثبت جسمي، وبلف واحده واحده بالفوطه وبرقبتي. قادر استحمل عند الحته دي. زودت الم، في وجع، انا حاسس بوجع بس وجع يحتمل، تمام. ولا بقى اني اجي قبل الالم واقف كده انا ما عملتش اي حاجه، ولا اني افضل ازق جدا لحد ما احس بالم لا يحتمل، لا اهو الم بسيط قادر اتحمله. اعد عدتين واقوم راجع تاني، وبعد كده الف واعد عدتين واقوم راجع تاني، بعد كده الف واعد عدتين واقوم راجع تاني، وهكذا 3 ادوار، كل دور فيه 10 عدات.
ودوت كده كان تاني حاجه معانا. تالت واخر حاجه معانا ببساطه جدا هو انك بتكون قاعد كده، وبكل بساطه بتحط ايدك تحت، تقعد عليها كده ايدك اليمين، وبتوطي كده برقبتك وبتميلها ناحيه الجنب الشمال، وبتبص ناحيه ركبتك دي، وبتوطي على قد ما تقدر، وبتيجي بايدك دي تزق واحده واحده لحد ما تحس ان هنا كده في اطاله وشد، اطاله وشد مش الم، اطاله وشد ومش الم. ما تفضلش بقى تزق جامد قوي لحد ما تحس ان في الم، لا، تحس كده ان في استرتش بسيط قادر تتحمله، تقف فيه لمده من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه، وبعد كده تريح، وبعد كده تكرره كمان مرتين نفس الحكايه، 3 ادوار كل دور فيه من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه في وضع الاطاله. طبعا هتقوم عامله على الناحيه الشمال، قاعد اهو موطي كده وباصص ناحيه ركبتي اليمين، وبزق بايديا واحده واحده، حسيت ان في اطاله، اقعد في وضع الاطاله عادي جدا لمده من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه، وبعد كده ريح، وبعد كده كرر كمان مرتين، وبس كده. وديت كده ببساطه جدا التمارين اللي ان شاء الله لما تمشي عليها هتحس ان انت عملت سحر، وهتعرف بقى تحرك رقبتك عادي جدا جدا، وهتلاقيك استريحت جدا. التمارين ديت ان شاء الله تعملها 3 مرات في اليوم بالعدد والتكرار اللي قلنا عليه. ان شاء الله بعد اقل من اسبوع هتلاقي المشكله اختفت تماما. في ناس كمان من مجرد بس يومين بتلاقي المشكله اتحلت، فان شاء الله تساعدك جدا جدا. طبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بحاجه ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيساعد على نشر الفيديو انه يوصل لاكبر قدر من الناس هم كمان يستفادوا بيه. وهسيب لك لينك اكونت انستجرام تحت، تقدر تروح تعمل لي فولو عليه ونبقى اصحاب كده ونعرف بعض اكتر. وبس كده، بتمنى لك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.